مش هنسمح للتشاور ويا إبليس اللعين. في العقيدة مفيش تحاور مهما يعمل بنيامين. شعب داعم للقضية، جيش محافظ على الحدود. من خيانة صهيونية شغلهم نقد العهود. كم معاهدة وكم سلام، خونة بتبيع للكلام، والكلام بالكذب طبعا هو ده طبع اليهود. هو ده الطبع المؤكد، والسنين على الغدر تشهد إنهم مع كل مشهد فيه خيانة وفيه عروض، والعروض تبقى لصالحهم، والخيانة تغذي روحهم، والحقوق بتزيد جراحهم. عندها تظهر سدود، والسدود من كل دولة بيدعموها بكام محاولة، وفي البحور بتقوم بجولة يعني تهديد للجيران. والجيران مش واخدة بالها، ده بمزاجها وبخاطرها في أي لحظة تقوم بدورها زي خيط العنكبوت. للفريسة يكون مفاجأة، وتلاقيه في الوش فجأة، وبخطط مطروحة فجأة لمدرسة فخر وصمود، والصمود مبني في أساسها. ودي العقيدة لكل ناسها، يحمي حدودها وتراثها بفضل من رب المعين، والمعين عن نصر ربي. دي الحقيقة ومش بخبي، والوطن موجود في قلبي وقلب كل المخلصين، ومش هنسمح للتشاور ويا إبليس اللعين.